السلام عليكم اخواتي البنات اللي في سن المراهقة. انا ملك عزب، بقدم محتوى متنوع في تطوير الذات، والنهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض سلسلة نصايح البنات في سن المراهقة. هدفها انك تعيشي سن المراهقة بشكل صحيح، وهديكي في الفيديو ده طرف او بداية الخيط اللي هتخليكي تبدأي سن المراهقة بوعي وبوضوح. طيب عشان ما اطولش عليكي، انتي لازم تبقي عارفة مبدئيا كده يعني ايه سن مراهقة. وانا اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده اللي هو الفيديو اللي فات يعني ايه سن مراهقة وليه احنا محتاجين نطور نفسنا وهكذا. بس هقولك سريعا كده خلاصة الموضوع. بصي يا ستي، سن المراهقة هي فترة التحول من الطفل الكتكوتة للأنسة الأمورة، وده بسبب كذا جانب كده، منهم الجانب الجسدي أو النظافة الشخصية، والجانب ده بيحصل فيه تغيرات في الجسم من جوه وفي شكل الجسم من بره، وبيحصل تغيرات في الهرمونات وحاجات تانية كتير في الرحم، وبيحصل حاجة اسمها الدورة الشهرية وكل الحاجات دي، وهتكلم في فيديو خاص أو فيديو تاني عن الجانب ده. تمام. طيب ومنهم الجانب الديني، هو ببساطة انك بقيتي شخص بالغ، يعني اتفرض عليكي الفروض الإسلامية زي الصلاة والحجاب والصوم وكل الحاجات دي، وهتتحاسبي على كل صغيرة وكبيرة هتعمليها لأنك بقيتي شخص كبير بالغ. تمام. هعمل لكم فيديوهات أكتر عن كل جانب هقوله دلوقتي. خلاص. طيب نيجي بقى للجانب الثالث أو من ضمن الجوانب اللي احنا اتكلمنا عليها، وهو الجانب الاجتماعي، وهو ببساطة تعاملك مع الناس اللي حواليكي وتعاملهم معاكي وعلاقتك بيهم وهكذا. ورابع جانب هو الجانب الثقافي، وهو ببساطة دراستك واهتماماتك بالتعليم والتعلم وغيره. وخامس جانب وهو الجانب العملي، وده ببساطة مساعدتك لمامتك في البيت أو شغل لو انت محتاجة تشتغلي وتاخدي خبرة في الشغل، أو الحالة المادية مش أحسن حاجة وحابة تشتغلي كنوع من تحسين الدخل وهكذا. وإن شاء الله هعمل لكم فيديوهات أكتر عن كل جانب بالتفصيل، أنا بس بديكوا نبذة بسيطة عن كل جانب عشان تبقوا فاهمين الدنيا فيها ايه. تمام. طيب تعالوا بقى لكم على حلويات الفيديو، وهي لو انت بجد عايزة تعيشي سن مراهقة صحيحة، خليكي مع المصدر المضمون والمصدر اللي عمره ما هيضلك، وهو الدين. بجد خليكي مع ربنا، ولو محتاره في اي حاجه ايا كانت او عندك اي سؤال هتلاقيه في الدين، وربنا قايلنا على كل حاجه، كل صغيره وكبيره، عشان ما نتوهش ولا حد ضلنا. وايه بس كده، نتقابل مره تانية في الفيديو الجاي، واللي هندردش فيه مع بعض على اول جانب هو الجانب الجسدي والنظافه الشخصيه بالتفصيل. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.